الست دي دخلت معرض سيارات وقابلت راجل طيب، رحب بيها وقال لها اهلا بيكي يا هانم، نورتينا. قامت الست ردت عليه بكل قله ذوق وقالت له انا بكره الناس التخان اللي زيك، وبعدين انا غنيه جدا ومش بتكلم مع عمال النظافه. وزعقت وقالت ناديلي بسرعه المدير او صاحب المكان ده. الراجل الطيب بابتسامه هاديه قال لها ثواني يا فندم، هجيب لك حد يساعدك حالا. راح الموظف لزميلته وقال لها في واحده بره طريقتها وحشه قوي ومش راضيه تتكلم معايا، ممكن تروحي تشوفيها؟ راحت الموظفه للست وقالت لها اهلا يا فندم، اقدر اساعدك في ايه؟ الست زعقت تاني وقالت انت ما بتفهميش، انا قلت عايزه المدير مش عايزه اتكلم معاكي انت كمان. الموظفه ردت بكل ادب يا فندم انا اقدر اوريكي اجمل العربيات اللي عندنا. الست قالت لها بوقاحه انت طرشه ولا غبيه، قلت ناديلي المدير او صاحب المعرض فورا. الموظفه قالت لها حاضر يا فندم، استني ثواني وهجيبهم لك. بعد شويه دخل المدير ومعاه نفس الراجل الطيب اللي الست اهانته في الاول. الست اول ما شافته قعدت تضحك بتريقه وتقول انا مش قلت مش عايزه اشوف وشك؟ اما الراجل رد عليها بكل ثقه وقال لها المعرض ده كله ملكي انا، وكل العربيات اللي شايفاها دي بتاعتي، بس انا مش هبيع لك اي عربيه عشان احنا مش بنتعامل مع الناس اللي ما عندهاش ذوق، اتفضلي بره حالا. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.